ليه دايما بتحسي ان الفرحة مستلفاها وانك لازم تدفعي تمنها تعب ونكد ومشقة عشان تحسي انك عملتي اللي عليك؟ هو احنا بجد محتاجين اذن عشان نكون سعداء؟ وليه دايما بنقول لما يحصل كذا هبقى ارتاح واللحظة دي ما بتجيش اصلا؟ اهلا بيكي، انا هبة وده بودكاست هبة. النهاردة هنتكلم عن فخ كبير بنقع فيه كلنا، هو إننا رابطين استحقاقنا للسعادة بكتر الوجع والمجهود اللي احنا بنعمله. تعالي نفك العقدة دي مع بعض. أنا النهاردة كمان عايزة أقولك إن الاستحقاق هو مش مكافأة لنهاية الخدمة، ده حالة داخلية بتبدأ من دلوقتي. لو لسه مستنية الوقت المناسب عشان تسمحي لنفسك بالراحة فالفيديو ده ليكي. عارفة الشعور اللي بيجيلك لما تحسي انك مش قادرة تفرحي من قلبك بجد، لانك لسه ما خلصتيش اللي وراكي، او لسه ما عملتيش اللي عليكي، او لانك مأجلة شعور الراحة لما تخلصي حاجة وراكي؟ مثلا مثال، لما توصلي للوزن المثالي هتفرحي، لما ولادي يكبروا هفرح بيهم وهجوزهم مثلا، او لما تنجحي في الحاجة الفلانية. ليه رابطين دايما كل امور الراحة في حياتنا والسعادة لما يحصل الحاجة الفلانية؟ وكل الادوار دي مؤجله، وعلى فكره احنا مش هننجح في كل الادوار، لاننا فعلا باختصار احنا للاسف اتربينا على ان السعاده مكافاه، لازم نتعب علشان ناخدها. ولكن الحقيقه ان الاستحقاق مش مجرد شهاده بناخدها من حد او حد بيوهبها لنا، ولا هي نتيجه بنوصل لها بعد تعب وعناء. الاستحقاق هو حاله داخليه. يعني ايه حاله داخليه؟ ويعني ايه استحقاق اصلا؟ يعني ببساطة كده انت تستحقي تكوني مرتاحة، انك تستحقي تكوني في سعادة، مش عشان عملتي ايه النهاردة فلازم اكون سعيدة. وطول ما انت شايفة انك لازم تتألمي اكتر عشان تفرحي، فانت كده بتقفلي الباب في وش كل حاجة حلوة ممكن تجيلك بسهولة. تعال أقولك توضيح بأمثلة قريبة. لما مثلا بتبدأي تحسي بجد إنك تستحقي، هتلاقي نفسك بتسمحي لنفسك بساعة راحة من غير تأنيب ضمير، إني ورايا كذا في المطبخ مخلصتوش، أو ورايا مذاكرة لابني، أو تسميع تحفيظ لبنتي، لأن جسمك يستحق الراحة. هتلاقي نفسك بتسمحي لفرصة جديدة تظهر في حياتك لأنك ما بقيتيش خايفة تقولي أنا مش هقدر. بتسمحي لكلمة حلوة تدخل قلبك من غير ما تشتكي في نيتك، أو من غير ما تشتكي للي قدامك. الاستحقاق مش معناه إننا نقعد وما نعملش حاجة، بالعكس، هو إننا نسعى وإحنا مطمنين مش وإحنا خايفين. فكري فيها كده. ولو ما استنيتيش الوقت المناسب عشان تكوني سعيدة، هتلاقي إن السعادة هي اللي بتخلي وقتك كله مناسب. ابدأي النهاردة واسمحي لنفسك بحاجة بسيطة كنت مأجلاها. أصعب لحظة ممكن تمر عليكي هي لما الفرصة تجيلك لحد عندك وتخافي تقبليها، لأنك من جواكي حاسة إنك لسه مش جاهزة أو ما تستحقيهاش. بس الحقيقة إن إحنا بنضيع نص عمرنا بنحاول نثبت جدارتنا للحياة، في حين إن السر كله في كلمة واحدة بس، إنك تسمحي للراحة والفرص إنها تدخل حياتنا من غير شروط. الراحة والسعادة بتبدأ من ترتيب عقلك. رتبي عقلك وانتي هتلاقي نفسك خلاص ارتحتي ومبسوطة، لمجرد انك رتبتي افكارك او المخططات اللي انتي عايزة تعمليها، رتبيها ايه اللي محتاجة اولوية فيها. في كذبة كبرنا عليها ان الاستحقاق مكافأة بناخدها لما ننجح، او لما نكبر، او لما نعمل الحاجة الفلانية واخلص منها. طبعا دي مش جايزة، الاستحقاق ده مش جايزة، المفروض ان هو حالة احنا بنعيشها. لما تشعري انك تستحقي، هتسمحي لنفسك بالراحة، وهتسمحي لنفسك بكل كلمة حلوة هتسمعيها لنفسك بفرصة جديدة. انت مش محتاجة تثبتي حاجة لأي حد، انت غالية لمجرد انك موجودة. عايزة أقولك إن الاستحقاق مش غرور، الاستحقاق هو الوعي بقيمتك الحقيقية. لو انتي مش شايفة نفسك غالية، مفيش حد هيشوفك كده أبدا. ابدأي النهاردة، حطي لنفسك المكانة اللي انتي تليقي بيها وتستحقيها، وصدقيني العالم كله هيتعامل معاكي على الأساس ده. وفي نهاية حلقتنا النهاردة، خليكي دايما عارفة انك انتي مش بحاجة لإذن من أي حد علشان تكوني النسخة الأفضل من نفسك، ومش مضطرة لإثبات قيمتك لأي شخص. الاستحقاق بيبدأ بقرار منك وبينتهي عند حدودك لاحترامك لنفسك ولعقلك. أشوفكم على خير في حلقة جديدة في بودكاست هبة.
يا ريت ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل بودكاست جديد بنزله. ولو عجبتك الحلقة النهاردة يا ريت تشاركيها مع صاحبتك اللي محتاجة تسمع الكلام ده.